يا ترى ليه عضلاتي بطلت تكبر؟ انت دلوقتي مبتدئ، نزلت الجيم اول شهر زدت 2 كيلو، بتكلم عن 2 كيلو عضلات صافي. ما تقوليش انا نزلت الجيم اول شهر زدت 5 كيلو، انا بتكلم عضل صافي مش وزن كلي. تاني شهر زدت 2 كيلو، تالت شهر زدت كيلو ونص، رابع شهر زدت كيلو، خامس شهر نص كيلو، سادس شهر ما زدتش حاجه خالص، وسابع شهر وثامن شهر، وممكن تفضل سنتين ما تزيدش حاجه خالص. يا ترى ليه؟ العب باليه. عملتها فيك من 3 سنين وبعملها فيك تاني. عايز اقول لك ان حجم عضلاتك ممكن يقف نموه زي طولك بالظبط، وده ناتج عن ان ربنا ما خلقلناش عضلات علشان تكبر ونتعايق بيها، ده خلقها لوظيفه معينه، وهي انك تستحمل المجهود المبذول، او عضلاتك بتساعدك عشان تقوم بمهام معينه. فجسمك جينيا مش مصمم انه يبقى روني كولمان او البيج رامي عادل. قلشت دي صح؟ مش مشكله، شيلها في المونتاج، ما تشيلهاش. ويعني كده بحسبة بسيطة بالمنطق، لو نزلت أول شهر زدت 2 كيلو عضلات، معنى كده في السنة هتزيد 24 كيلو عضلات، معنى كده إن في 3 سنين هتزيد 72 كيلو عضلات. طبعا الكلام ده مش منطقي، لأن البيج رامي نفسه وزنه لا يتعدى 150 كيلو، أعضاء داخلية وعظم وعضلات وكمان مية، وراجل في اللعبة دي بقاله أكتر من 20 سنة. لأن ببساطة ما ينفعش تقارن نفسك بيه أو بأي حد مستر أولمبيا أو عنده عضلات ضخمة، لأن دول بياخدوا عقاقير معينة، وطبعا دي حاجات ضارة جدا بالصحة. أما لو هتتمرن بشكل طبيعي، عايز أقولك إن جسمك هيقف عند نمو عضلي معين وبعد كده يقف، ممكن بعد كده تزيد كيلو، تنقص كيلو، شكل العضلات يتحسن ويبقى فيه نضج في حجم عضلاتك. اما انك تزيد الزياده الرهيبه دي فده مش هيحصل. وانا مش بقول لك كده علشان احبطك وعشان اقول لك انك مش هتوصل للهدف اللي انت عايزه، لا، ده بالاستمرار وبالعزيمه هتوصل لشيب حلو جدا وشكل عضلات حلو، ولكن في المستوى الطبيعي. في النهايه، عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عايز تتمرن معايا اونلاين، ابعت لي على الانستجرام او الفيسبوك. كان معاك رامي عادل، سلام عليكم.